ولو دخلت على قسم الإشعارات هتلاقي إن هو بدأ في متابعتك الآن ناس حقيقية بالفعل. ولو شايف كده الصور هتلاقي فعلا ناس حقيقية ولكن من دول مختلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وانتوا بتشوفوا فيديو النهاردة، لأن فيديو النهاردة أنا جايب لكم أول موقع وهو موقع مميز جدا وعربي وأصيل. خلينا نتكلم عن أول موقع ومزايا أول موقع وننتقل على تاني موقع البسيط السهل اللي مجاني بنسبة 100%. مبدئيا كده صلى على النبي واذكر الله عشان ربنا يبارك لنا في اللي احنا بنعمله. ما تنسوش تدعوا لإخواننا وأخواتنا في غزة، اللهم انصرهم يا رب كده ويعديهم من المحنة دي على خير. وخلينا كمان نصلي على النبي ونذكر الله عشان ربنا يبارك لنا في اللي احنا بنعمله. وما تنساش تعمل إعجاب واشتراك في القناة لو ما كنتش عارف ازاي تعمل اشتراك في القناة. ادي يا سيدي ده فيديو بيوضح لك انك تشترك وتفعل زر الاشعارات على الكل علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، زائد كمان تضيف اعجاب للفيديو علشان يوصل لاكبر قدر من الناس وكل الناس تستفيد. مش حابب ان اطول عليكم في حلقة النهاردة لان الموضوع سهل وبسيط، مش محتاجين نعقد الامور. خلينا ندخل في فيديو النهاردة على طول، وكمان هسيب لكم جميع الروابط في اول كومنت مثبت، في اول تعليق مثبت. اضغط على قراءة المزيد او هتلاقي اوريدي الكومنتات في اول كومنت مثبت كده. خش يا باشا وخد الرابط. يلا بينا يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على موقع النهاردة. اول ما نضغط على رابط الموقع اسمه فولو 40، موقع مميز جدا ولإحدى الأصدقاء أو الشخصيات المحترمة جدا اللي أنا بتعامل معاها يوميا، وشخص جميل جدا جدا صاحب التطبيق ده أو صاحب الموقع ده، فحبيت إن أنا أروج له وفي نفس الوقت أقول لكم المزايا اللي أنا شفتها في الموقع ده علشان لما تيجوا وانتوا تجربوا مواقع تانية تحسوا بالفرق. اولا هاجي هنا هعمل حساب من انشاء حساب، هكتب بقى اسمي واسم الوالد وهبدأ ان انا اكتب بريد الكتروني وباسورد واعيد كتابة الباسورد. وبعد ما اخلص خالص الحساب ابدأ اسجل باسم الحساب وكلمة المرور. وفيما بعد هنا المفروض ان هو بيجيب لك الفئة والخدمة. ايه هي الفئة وايه هي الخدمة؟ الفئة دي بتنص على انك انت لو عايز تزود مثلا تويتر او حتى سناب شات او انستجرام تقدر تزودها وتحددها من خلال كلمة الفئة. عندك خدمات كتير جدا زي لايكات، زي متابعين تيك توك. دول المستهدفة تظهر بالإحصائيات، يعني لو طلبت متابعين تعرف المتابعين دي جايلك منين، مع الإثبات إن أنت تخش على الإحصائيات وتلاقي فعلا عدد المتابعين جايلك فعلا من الدول اللي أنت المفروض طالب منها. عندك هنا متابعين انستجرام مع ضمان ودي اللي هنستخدمها. عندك برضو متابعين انستجرام مصريين بس لو كنت حابب متابعين مصريين او اعلان على المنصات المصرية زي مثلا زيادة متابعين مصري او تطبيق زيادة متابعين مصري. الموقع ده بيحط لك الحساب بتاعك في تطبيقات تقدر ان هي تبعت لك فيها عدد متابعين، وفي اكترية منها مثلا انهم بيستخدموا سيرفر بيزود لك عدد متابعين مصري، ولكن فعلا هيفيدك جدا وهيزود مدى تفاعل ووصول حسابك. اولا ده الحساب اللي انا ممكن اجرب عليه، ده حساب وهمي او ممكن اجرب على حسابي الاساسي، بس انا بفضل ان انا اجرب ازود على حسابي الاساسي علشان استفيد. وفي نفس الوقت الناس اللي بتشكك في الطرق دي تقولك انت ما بتزودش من حسابك، انت بتستخدم حساب تاني. انا بنفيلك اهو، بمحيلك كل الافكار اللي هتيجي في دماغك وانا هسجل وهزود بحسابي. تمام، هسجل الرابط اي هنسخ الرابط، مش هسجل الاكونت بالباسورد بتاعي، ماليش علاقه اصلا بالاكونت والباسورد، هو بدون حساب وهمي. واجي هنا اكتب 1000 متابع الكميه، وهنا قال لك تم استلام طلبك. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه ازاي يا بيدو اشحن فلوس رصيد يعني علشان اقدر ان انا اعمل طلب زيك؟ يعني دلوقتي يا بيدو انت بتقولي ال1000 متابع بفلوس بدولار و10 سنت مثلا، ازاي اشحن؟ هاجي هنا على الثلاث شرطات واجي على كلمة اضافة رصيد. طيب يا بيدو فيما بعد هتلاقي هنا ميثودز او طرق دفع او وسائل دفع. حضرتك مثلا معكش فودافون كاش او حضرتك معاك فيزا وعايز تدفع بيها تقدر تدفع من خلال الفيزا. عندك عملات رقميه زي يو اس دي تي، عايز تدفع هتدفع. حضرتك مغربي، حضرتك اردني، حضرتك اماراتي هتدفع. حضرتك عندك مثلا فودافون كاش مصري هتدفع. عندك كل وسائل وطرق الدفع. ده بالنسبه لطرق الدفع. عندك مثلا عملاء مصر هيخشوا هنا على التذكرة ويبدأوا ان هم يكتبوا الموضوع انه انت عايز تشحن فلوس عن طريق فودافون كاش وانا احتاج او اريد رقم للتحويل عليه، علشان يبدأ انه صاحب الموقع او الدعم الفني او ايا كان واتيفر يعني يبعت لك الرقم اللي هو المفروض عايز يستلم عليه فلوس، وبيرد عليك بقى التذكرة وهكذا علشان تضيف الرصيد بتاعك من خلال اسم الحساب بتاعك. اخر حاجة معانا وهي الريفيرال، كود الاحالة او رابط الاحالة. حضرتك هنا المفروض ده تقدر تكسب منه فلوس يعني من خلال انك انت بتشير الموقع زي ما انا بعمل كده على اكبر قدر من الناس، وتقدر انت تستفيد ماديا من العائد اللي هيرجع لك
على كل شخص بيخش يشحن، وانت بتاخد نسبة منه بدون ما الشخص ده يتأثر. يعني على سبيل المثال، انا سجلت من خلال بيدو حسن، بيدو حسن هياخد نسبة من شحني انا على الموقع بدون ما انا اتأثر. اوكي. طيب دي اول طريقة. تاني طريقة نخش معانا عليها على طول، موضوع سهل وبسيط جدا، انك تسجل بحساب وهمي بقى. تمام. دي مجانا، يعني دي ما بتدفعش عليها فلوس. برضو انا حابب بقدر الامكان اساوي ما بين الامرين، الناس اللي تقولي انا ما معيش مبالغ ماليه ادفعها، والناس اللي بتقولي يا بيدو انا عايز حساب وهمي، او ازاي اعمل حساب وهمي، برضه هتسيبها في علامه الاي. والناس اللي بتقولي بقى التالتة انها عايزه مجاني، فمجاني وبدون حساب وهمي، ومجاني وبحساب وهمي، يعني الموضوع كله ايه، مختلط ببعضه كده. المهم هنخش بس على الحساب الوهمي، لان احنا هنزوده بحيث ان انا اوريك الوضع ماشي ازاي. هخش انسخ اسم الحساب، وانا بزود هنا الحساب الوهمي مش الاساسي. فحضرتك لما تسجل سجل بالحساب الوهمي. ليه يا بيدو؟ علشان الحسابات بتتابع ناس تانية وممكن يغيروا عليك. هقولك دلوقتي ازاي تحافظ عليه، بس ركز معايا. اولا هنا هحط العدد بتاعي القومية 124، وابدا اضغط على ابدا الارسال. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده بدأ ان هو يديلي عدد من الثواني. عدد الثواني ده يعني 114 115 ثانية، مش كتير يعني. ولو دخلت على قسم الإشعارات هتلاقي إن هو بدأ في متابعتك الآن ناس حقيقية بالفعل. ولو شايف كده الصور هتلاقي فعلا ناس حقيقية، ولكن من دول مختلفة. خلينا كده ندخل على حسابنا على الانستجرام، هنعمل بس ريفريش، مش طالب منك غير ريفريش. موقع المدفوع الأول اللي هو بفلوس، والموقع المجاني التاني اللي هو من غير فلوس. والتاني والأول بجد بجد بكل سهوله هتقدر تستخدمهم، وتقدر تاخد منهم عدد متابعين حقيقيين زي المتابعين اللي حضراتكم شايفينها دي، بكل سهوله وبكل سرعه باذن الله. طبعا زي ما حضراتكم شايفين تجربه جميله جدا، تجربه جيده جدا. بالنسبه للموقع الاول هو بيتاخر يا بيدو بيتاخر. ليه يا بيدو بيتاخر؟ لانه في حاجه اسمها وقت بدء في المواقع او السيرفرات اللي من النوع ده. وقت البدء ده بيقول لك مثلا الخدمه بدولار، وقت البدء بتاعها 6 ساعات. بعد ال6 ساعات مثلا بيبدأ ان الألف يزيد معاك، بيبعت لك مثلا على حسب السيرفر اللي هو جايبه لك. لو السيرفر مثلا قال لك انه من 1000 ل 10000 في اليوم وصول، يبقى بعد 6 ساعات بيبدأ ان هو يبعت لك من 1000 ل 10000 معاك في اليوم الواحد. تمام. بس الفكرة انه البدء بتاع العدد بيتأخر. ده بالنسبة للسيرفرات والكلام اللي زي ده. تمام. وبالنسبة للموقع التاني لازم له حساب وهمي او غير اساسي. ده بالنسبه لاول موقع انك عايز تشتري متابعين والكلام ده، واسعار برضو مش عاليه ومش واطيه، يعني اسعار في المتوسط. والتاني اللي هو المجاني اللي هو بدون اصلا اسعار خالص، تخش تزود على طول الحاجات اللي هي ايه البسيطه جدا اللي انت ممكن ايه يعني تخلص وقتك عليها 5 6 7 دقايق فاضي فيهم، زود. انت فاهم؟ بس. وده كان كل حاجه في فيديو النهارده. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.